بقول لك يا مستر، هو صحيح بقول لك، وانا ينفع اخد خطيبتي معايا في صلاه التراويح تصلي جنبي؟ يعني عشان انت عارف العيال بتاعت اليومين دول يعني وكده وبتاع، وبخاف عليها وكده. انت شايف ايه؟ ينفع صح؟ ينفع اخدها جنبي كده تصلي معايا صح؟ انت عارف العيال بتاعت اليومين دول وانا بخاف عليها وبتاع، وبخاف حد يعاكسها وكده. انت شايف اعمل ايه؟ انا بقول ان انا اخدها جنبي احسن. كده كده يعني بتبقى النيه بتاعتنا اللي احنا يعني النيه اللي احنا نصلوا يعني وكده يعني، ونقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فالنيه خير يعني. مش هيبقى في تلامس ولا كده يعني. طب خليني ارد عليك من غير ما اهينك. تمام. اولا، خطيبتك ديت اجنبيه عنك. يعني ايه اجنبيه عنك؟ يعني إيه كلمه اعجميه عنك؟ يعني لا يجوز لك الاختلاط بها ولا الاختلاء بها، سواء في عباده او غير عباده. ده اول حاجه. تاني حاجه، الصلاه للمراه الافضل في بيتها. الافضل فين؟ في بيتها. دي اول حاجه. دي تاني حاجه. تالت حاجه، لا يجوز للمراه ان تصلي في جماعات، وخاصه جماعات فيها اختلاط، الا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة العيد. وبعدين بيبقى فيه مصلى للنساء ومصلى للرجال. دي ايه؟ من ضمن برضو الحاجات اللي انا عايز اوضحها لك. فانا عايزك تعقل وتهدى وتركز، مش عشان النية عبادة والتقرب من الله عز وجل اللي انت تتكلم عمال على بطال. لا يجوز شرعا يا حبيب قلبي اصلا اللي انت تاخدها معاك. ولو نفترض اللي هي من اهل بيتك، هتصلي معاك جماعة، هتكون وراك وفي البيت كمان. تمام، هتكون وراك وفي البيت كمان. ده هي كمان لو من اهلك، انما هي مش من اهلك. وصلت؟ خلي بالك، ما تتكلمش عمال على بطال. طالما الاصل غلط، فبالتالي المترتب عليه هيكون غلط. شكرا.